طول ما أنت دخلت في الفيديو ده، فأنت في مرحلة من ال3 مراحل دُولة، يا إما أنت لحد دلوقتي عمرك ما عملت ولا جنيه من الbusiness online بتاعك، متشتت، واقف مكانك، مش عارف حرفيًا تبدأ من فين، وصدّقني أنا عدّيت بنفس المرحلة دي وأنا عندي 15 و16 سنة، كنت متشتت، اللي باعمله بالضبط إن أنا باقرا كُتب، ده بالضبط اللي كنت باعمله، حرفيًا أنا عارف إن أنت دماغك باظت من كتر التشتت الرهيب بسبب كمية الناس اللي بتقول لك إزاي تعمل فلوس online، إزاي تعمل فلوس online، إزاي تعمل فلوس online، واللي عمل كمية فلوس كتيرة وهو في سِن صغير. أنا عارف وفاهمك كويس جدًا، لإن أنا عدّيت بنفس المرحلة دي. نفس الموضوع برضه مع الناس والأشخاص اللي بدأوا already خدمة أو هم حاليًا بيقدّموا خدمة صغيرة أو عملوا منها يعتبر فلوس صغيرة أو متوسطة إلى حدٍ ما، ولكن لسه واقفين في نفس النقطة، مش عارفين يعملوا فلوس أكتر، وفي نفس الوقت في المجال بتاعهم تنافس كبير جدًا ومش عارفين يخرجوا منه ولا يتميزوا منه ولا حتى يتعاملوا بذكاء مع الموقف ده. نفس الموضوع برضه أنا عدّيت بيه في أول سنة business ليّا اللي عملت فيها أول 400,000 جنيه ليّا، وعدّيت برضه المرحلة دي. عشان ندخل في المرحلة الأخيرة للحيتان اللي هم عملوا كمية فلوس كتيرة جدًا من الخدمة بتاعتهم، بس عندهم خوف واحد بس، إن الخدمة بتاعتهم ممكن تنتهي بكرة للأبد. فأنا عارف إن أنت داخل الفيديو ده عشان تلاقي خدمة تكون كويسة ومناسبة ومطلوبة خلال ال5 سنين الجايين، وده بالضبط اللي خلّاني أعمل أول مليون جنيه ليّا وأنا عندي 18 سنة، ده بسبب إن أنا استغليت خدمة واحدة اسمها content distribution وبدأت فيها أول واحد، وعملت حرفيًا منها فلوس كتيرة جدًا، جدًا، بسبب إن أنا بس استغليت الخدمة دي أول شخص. وفي الفيديو ده هابدأ أوضّح لك كل مرحلة إيه الخدمات المناسبة ليها، وأنت لازم تفهم وتعرف أنت في أي مرحلة من المراحل دول، عشان هابدأ أشرح كل مرحلة بالتفاصيل، إيه أفضل خدمات فيها وإزاي تقدّمهم، وهنبدأ نعمل مقارنة ما بين كل الخدمات ومناسبة لمين أكتر، إيه البادجت بتاعتها، وهتتعلّمها في قد إيه، وفي نفس الوقت برضه إيه اللي المفروض تعمله في كل خدمة من دُولة. ويالّا بينا نبدأ في الفيديو. أوكي، طبعًا زي ما أنت شايف دلوقتي في الكاميرا رقم 2 شايف قدّامك الشاشة مقارنة ما بين كل ال8 خدمات اللي إحنا هنتكلّم عليهم في الفيديو بتاع النهارده. طب قُلت له: "محمد ليه أنت عملت الملخص ده؟" عشان حاجة، عايزك دلوقتي اللي أنت تعمله بالضبط، أنا دلوقتي طبعًا هاحوش الكاميرا بتاعتي، عايزك دلوقتي توقّف الفيديو وتصوّر screenshot للجدول اللي قدّامك ده، عشان هنرجع له في آخر الفيديو تمام، هنبدأ نقارن ما بين كل خدمة والتانية عن طريق هي مناسبة لمين أكتر، عشان تتأكد من المرحلة بتاعتك، البادجت كام، مدة التجهيز كام، صعوبة الخدمة يعني من 5 والطلب على الخدمة قد إيه في 2026. فإحنا هنرجع للجدول ده تاني، مهم جدًا دلوقتي وقّف الفيديو وخدوا screen shot دلوقتي للجدول ده عشان هنرجع له تاني في الآخر. حلو، دي بالنسبة للنقطة الأولى، تمام، دي بالنسبة لإيه، النقطة الأولى إن إحنا هنقارن ما بين كل الخدمات في الآخر عشان تبقى خلاص بعد ما فهمت واتفرجت على الفيديو كله وكل المراحل وكل الخدمات، تبقى فاهم بالضبط إيه المناسب ليك أكتر، ودي نقطة مهمة. أوكي، خلّينا بقى نبدأ نتكلم عن حاجتين مهمين جدًا، ليهم علاقة بإيه، أول حاجة كل الخدمات دي لو أنت لاحظت هتلاقي إن البادجت بتاعتها 0، 10 ل$20، رغم إن أنت طبعًا الناس اللي هم شاطرين جدًا مثلًا في الAI automation أو حتى مثلًا في نقول مثلًا كمثال في الAI content shooting، حلو جدًا، هم عارفين إن هم لازم يصرفوا فلوس كتيرة جدًا، جدًا عشان يتعلموا المهارة دي أصلًا، بس النقطة هنا بقى إن أنا مش عايزك أنت تتعلم المهارة، عشان كده البادجت هنا قليلة جدًا. أنا عارف إن أنت عامةً مش عايز تصرف أي فلوس في البداية، ودي أحسن حاجة في الخدمة، إن أنت في الخدمة تمام، عشان يبقى البادجت 0 وفي نفس الوقت تعمل فلوس كتيرة، زي ما أنا عملت عامةً في أول business ليّا وأنا على 16 سنة عملت 400,000 جنيه ب0 حرفيًا، من غير ما أصرف ولا جنيه، حلو، طب ده حصل ليه؟ عشان أنا باقدّم خدمة ماشي، بس باقدّمها على أساس إيه، حاجة اسمها outsourcing، يعني باستعين بشخص outsourcing يعني الاستعانة بشخص خارجي، يعني إيه؟ يعني مثلًا كمثال هاروح لشخص عنده المهارة دي، يعني مثلًا AI content shooting، واحد بيعمل صور للبراندات تمام بالAI، حلو جدًا، فأنا هاروح له أقول له إن أنا عندي عميل، العميل ده دفع لي مثلًا $1000 تمام، هتتفق معاه إن هو يدخل معاك الteam، هيقدّم الخدمة للعميل تمام، وأنت تدّي له $500 وأنت تاخد $500 التانيين في جيبك. ده بالضبط اللي إحنا هنعمله، بمعنى إن إحنا هنشتغل كagency أو وكالة، عشان أنا عارف إن في ناس كتيرة ممكن ما تفهمش يعني إيه وكالة أو agency بشكل عام، ماشي، أو done for you agency. done for you agency معناها إن أنت بتقدّم الخدمة على أساس طبعًا done for you، أو أنا مش عارفها غير بالEnglish بشكل عام، بس اللي هو قصدي بيه اللي هو أنت بتتم أو بتحصل عن طريق عامةً شخص معاك تمام، في الteam نفسه، بس بيكون عنده خبرة عامةً كبيرة جدًا في الخدمة دي، ماشي، فبالتالي أنت الrisk بتاعك قليل جدًا، أنت مش مضطر أصلًا إن أنت تتعلم المهارة دي أو الخدمة دي، فبالتالي أنت مش مضطر إن أنت تتعلمها، فبتبدأ بسرعة، لأن خلاص أنت عندك already شخص جاهز متعلم الحتة دي وعنده خبرة كبيرة جدًا، هتضمن إن أنت عندك quality كويسة جدًا، جدًا بالنسبة للعملا، يعني عامةً حرفيًا العملا عامةً هتلاقي إن في quality كويسة، لأن طبعًا الشخص اللي بيقدمها عنده خبرة كويسة، في نفس الوقت برضه كسبت فلوس كتيرة، يعني حرفيًا أنت خدت $500 مثلًا وهو خد $500،
عادي جدا، ماشي. او هو مثلا خد 600 وانت خدت 400 وهكذا. فبالتالي انت بتمشي بنفس الطريقه دي، انت مش بتتعلم المهاره ابدا او الخدمه ابدا، انت بتجيب شخص هو اللي يقدم لك الخدمه، وانت بس اللي بتدير الشركه بتاعتك او الايجنسي بتاعتك او الوكاله بتاعتك. اوكي حلو جدا. خلينا بقى نبدا ان احنا نتكلم عن طبعا المراحل اللي احنا ذكرناها في اول الفيديو. حلو جدا. اول حاجه طبعا عندنا ستارت اللي هم الناس مبتدئين تماما عمرهم ما بدأوا بيزنس قبل كده، وتاني حاجه اللي هي ادبت، وتالت حاجه اللي هي الوين. حلو جدا. فنقطه مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها، ان طبعا لو انت في المرحله الاولى اللي هي الستارت اللي انت لسه ما بداتش خالص، مهم جدا تسمع الفيديو اللي فوق ده. الفيديو طبعا هيظهر لك تقريبا في الشمال او اليمين، ده يعتبر اول فيديو نزلته في القناه بتكلم فيه عن ازاي تقدم الخدمه كايجنسي. يعني انت مثلا لو ازاي تقدر ان انت تستعين بشخص ويفهمك النظام بتاع الدان فور يو ايجنسي، اللي هو تجيب شخص تستعين بيه تدخله التيم وهو اللي يقدم لك الخدمه وانت اللي تجيب له العملاء، وتبدا تشتغل بنفس النموذج ده عشان تكون سريع. مش شرط ان انت تتعلم المهاره، وفي نفس الوقت برضو تقدم كواليتي كويسه للعميل. تمام، حلو جدا. فانت في الفيديو ده مهم جدا تسمعه، واول ما تقف عند حته الخدمات ارجع للفيديو ده تاني. اوكي حلو. يبقى احنا عندنا اولا ستارت وادبت وين. خلينا طبعا نبدا ب اول حاجه معانا واللي هي الستارت. حلو جدا. انت كستارت كبدايه عامه انت محتاج تبقى ايه؟ اولا محتاج خدمات تكون سريعه جدا. يعني خدمات تكون سريعه جدا، خدمات تقدر ان هي تدخلك في المود بتاع البيزنس من ناحيه الوقت، فتبقى من ناحيه الوقت بالنسبه لك مفيش مشكله، يلا بينا. تمام. نقطه تانية اللي هو حرفيا بتقتل، يعني طبعا حته الصيف دي معناها انت بتقتل حب، يعني حته التشتت عامه اللي عندك، لان انا عارف ان معظم الناس في المرحله دي بالذات بيبقى عندهم كميه تشتت كبيره جدا ومش عارفين ايه الخدمه المفروض يبداوها. طب انا اروح فين؟ طب انا اجي من فين؟ انا اعمل ايه بالظبط؟ انا هقطع لك الموضوع ده بالكامل، اللي هو التشتت مش هيبقى فيه تشتت ابدا عندك، بسبب ان انا هقول لك الخدمتين اللي بجد المفروض تبداهم. تمام، ومش هيتعبوك ابدا وسهلين جدا جدا. تمام. وطبعا اخر حاجه هتعمل منهم فلوس كويسه برضو جدا جدا، ماشي. فهيحطوك في البدايه. فدي ببساطه شديده الستارت او في مرحله الستارت دي خدمات سهله جدا تتعمل ومناسبه لاي حد لسه بيبدا وعايز يبدا يعمل فلوس في اسرع وقت، وكمان يفهم بسرعه اللي بيحصل في البيزنس عشان يبدا ان هو يروح يعمل خطوات اكبر. ودي نقطه مهمه، لان انت اولا لو انت لقيت نفسك ان انت بتعمل فلوس حتى لو قليله، مثلا نقول 5000 جنيه 10000 جنيه، اول 10000 جنيه ليك او اول 15000 جنيه ليك، حرفيا انا عايز اقول لك ان انت هتحس ان انت في حته ثانيه، انت بالنسبه لك ده حلم اصلا. فانت هتبدا بقى خلاص بقى ابدا اخد الفلوس دي ابدا استثمرها في حاجه اكبر، او ابدا بيزنس تاني، او ابدا حاجه اكبر من الموجود حاليا. دي النقطه. فيبقى في تحفيز. معظم الناس لما بتيجي تبدا حاجه بيكونوا مش عارفين يعملوها ازاي او يظبطوها ازاي، وبيبداوا خدمات اصعب من اللازم مش في المرحله بتاعتهم. ودي نقطه مهمه، وده سبب ان انا قسمت المراحل. اوكي خلينا بقى نبدا في الستارت. حلو جدا. الستارت زي ما قلنا قبل كده، خلاص احنا كده خلاص خلصنا الموضوع، اسف، من ناحيه الستارت. تمام. اوكي خلينا طبعا نبدا ان احنا نتكلم بقى على المرحله اللي بعد كده اللي هي حته الادبت معناها التكيف. تمام. التكيف طبعا محتاجه حاجتين. انت في المرحله دي انت اصلا اوريدي عملت فلوس، حلو، بس انت ناقصك اتنين. ناقصك ان انت يبقى عندك ذكاء، تمام، وتميز في الخدمه بتاعتك عشان تقدر ان انت تعمل ايه؟ فلوس كتيره جدا جدا. حلو. هتقول محمد بس انا مش فاهمك، هو الخدمات دي عباره عن ايه؟ بص جديده، خلينا طبعا نبدا ان احنا نتكلم عن الموضوع ده. دي خدمات اصلا حاليا موجوده في السوق، يعني دي خدمات اصلا يعني موجوده حاليا في السوق، زي مثلا الميديا باينج اللي هو مثلا تشغيل الحملات الاعلانيه، وزي مثلا الجرافيك ديزاين، الفيديو اديتنج، الويب ديفلوبمنت. الخدمات دي كلها موجوده في السوق ولا لا؟ موجوده، بس فيها مشكله، لكن عليها تنافس رهيب جدا، وبالتالي معظم الناس مش بتفكر ازاي تقدر تعمل فلوس من الزحمه الموجوده، عشان ما عندهمش ارشاد الطريقه الصح اللي تنفع الايام دي. بمعنى ان هم مشكلتهم ماشيين بنفس النظام القديم اللي هو كان بيعمل فلوس مثلا من 5 سنين او 6 سنين، ومفروض اصلا يغيروه، ولحد دلوقتي ما غيروهوش. هم بيقعدوا يشتكوا، يا نهار اسود، طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ طيب انا اتعلم الخدمه دي وادوس فيها اكتر، ولا الخدمه دي عامه التنافس فيها كتير جدا جدا والسوق مليان ومش عارفين تجيبوا عملاء خالص ولا اي حاجه، الدنيا ضايعه؟ ده بسبب ان انت ولا فكرت ازاي تقدر تعملها بذكاء او تتميز، ونفس الوقت برضو مش عارف تروح في الاتجاه الصح او الارشاد الصح. انا بقى في المرحله دي هبدا ان انا اقول لك بالظبط ازاي تقدر تعملها بالطريقه الصح والمظبوطه. دي نقطه مهمه طبعا، دي في الادبت. اوكي حلو. اخر حاجه واجمد حاجه الوين، الفوز. حلو جدا. طبعا انت هنا في الوين انت محتاج تعمل حاجتين هتتميز في حته ان انت تبقى عندك متميز بحته ان انت تبدا خدمات جديده في 2026. بمعنى ايه خدمات جديده؟ يعني خدمات مش ناس كتيره بادئه الخدمه دي، ففي نفس الوقت انت بتتميز في الموضوع ده. حلو جدا. وبرده من ناحيه تانية هتعمل كميه فلوس كتير جدا جدا، زي ما انا عملت في الكونتنت ديستريبيوشن لما اتميزت في الخدمه بتاعت الكونتنت ديستريبيوشن. اول واحد انا عملت 800000 جنيه بسم الله ما شاء الله في اسبوع واحد، ماشي. ده بسبب ان انا قفلت 10 كلاينتس عامه في اسبوع. ف
انا يعني عايز اقول لكم الوين دي المرحله دي بالذات من اهم المراحل. طبعا دي خدمات في الحقيقه افضل خدمات بجد اللي تقدمها في 2026 ومطلوبه جدا لدرجه ما تتخيلهاش، يا اما بسبب الترند يا اما بسبب زياده الاحتياج ليها بشكل عام. حلو جدا. يعني كنت الديستريبيوشن يعني صراحه هي عباره عن ترند، بس مش معناها ترند اللي هو هينتهي، لا لا، عباره عن ان هي خلاص هي انتشرت انتشار كويس وفي نفس الوقت رايحه للموضوع ده، فهي في احتياج اكبر ليها. وفي نفس الوقت برضو الاي اي اوتوميشن الناس محتاجه دلوقتي برضو الاي اي يدخل فيها، بس برضو بطريقه معينه. هنشرح الحاجات دي كلها. اوكي خلينا دلوقتي نبدا نتكلم في المرحله الاولى. المرحله الاولى عباره عن ايه؟ المرحله الاولى عباره عن اي شخص مبتدئ عمره ما عمل فلوس اونلاين حرفيا، تمام، وعايز يبدا في الموضوع ويقتل التشتت اللي عنده، وحرفيا خلاص انا هو ده اللي هقدمه. محمد اسامه قال لي يعني اعمل كده، يبقى انت هتعمل كده ومالكش دعوه بالباقي. انا بقول لك هو بضمن لك ان انت تعرف تعمل فلوس كتيره جدا جدا بسبب الخدمتين دول. عارف ليه؟ لان انا عندي ناس ضايعين، اللي هم ايه ضايعين؟ اللي هم يعني مثلا انا عارف ان الناس اللي بتتفرج عليا دلوقتي في الفيديو، الناس اللي معايا ضايعين اكتر منكم. تخيلوا ان هم مش فاهمين حاجه. حلو، بس رغم كده بيعملوا اول 10000 جنيه ليهم عادي جدا، بسبب ان هم بيشتغلوا كليد جنريشن، الخدمات طبعا اللي هشرحها، او حتى كهايبر بيرسونلايزد ايميلز. فبالتالي هم لما بيجي يشتغلوا في الخدمات دي معايا مثلا كمثال، وطبعا لو دخلت في الجروب بتاعي زي ما قلت لك هتلاقي كميه ناس محتاجه الناس دي كتيره جدا جدا. حلو، ولو انت متميز اكتر فيها هتلاقي نفسك ان انت بتعمل فلوس اكتر من اي حد تاني. انا كان معايا حد عامه في التيم بيعمل مني بسبب الموضوع بتاع الليد جنريشن ده ببساطه شديده. هو ما كانش فاهم حاجه تمام خالص، هو ما كانش عارف اي حاجه عن البيزنس، ماشي. انا بس اديت له الحاجات اللي المفروض يتحرك بيها، وانا هقول لك بالظبط كل حاجه المفروض تتعلمها من فين، تروح تسمع الشرح من فين وتتعلم المهاره دي ازاي. اصلا هي مش مهاره، دي حاجه سهله جدا جدا ومش هتحتاج اصلا الحاجات دي كلها، ده انا كمان هخليك تتميز بيها. بس اهم نقطه ان عايز اقول لك ان الشخص ده اللي اسمه محمد عمل مني مثلا في حدود مثلا 40000 جنيه كل شهر، او 30 ل 40000 جنيه كل شهر. تخيل، بسبب الخدمه دي. عشان بس معظم الناس بتقول يا محمد انت ما تقدرش تعمل فلوس من الخدمات دي، لا، تقدر تعمل عليها منها فلوس كتيره جدا، لان هي في الاساس في الفتره الحاليه مع وجود بيزنسز اكتر وايجنسيز اكتر ووكالات اكتر، الناس بتبقى محتاجه الاشخاص دي بالذات في حته السيلز. وطبعا زي ما قلنا الموضوع ده سهل جدا من ناحيه اصلا ان انت تبدا ان انت تعمل الخدمه دي بنفسك. الخدمتين دول بالذات هتبدا انت تعملهم بنفسك لان هم سهلين جدا، مش هتحتاج فيهم انت تجيب شخص اصلا. اوكي، هلا طبعا ندخل في الكاميرا رقم 2 ونبدا نشرح واحده واحده. في المرحله الاولى هم مفيش غير خدمتين انا بالنسبه لي برجحهم مطلوبين جدا في السوق في 2026. اول خدمه معانا هي الليد جنريشن، وهشرح لك كل حاجه يعني ايه ليد جنريشن بالظبط. هي عباره عن توليد وايجاد عملاء. انت بتجيب ايميل الشخص من السوشيال ميديا وبعدها بتحطه في شيت او المكان اللي بتجمع منه وبتحفظ فيه الايميلات، وبعدها بتعملها بعدد اكبر. يعني كمثال، انت لما تيجي تروح مثلا كمثال عامه عند اي حد مثلا زي مثلا ثانيه واحده طبعا اجيب لك البروفايل بتاعي وبعدها نرجع تاني. اوكي، طبعا زي ما انتم شايفين مثلا في البروفايل اللي قدامكم ده مثلا دكتور علي. حلو جدا، انتوا محتاجين تعملوه بالظبط من ناحيه الليد جنريشن حرفيا. هو ثانيه واحده، شايفين اهو الايميل بتاعه زي ما انتم شايفين اهو الايميل بتاعه هنا اهو. بتاخدوا كده الايميل بتاعه كوبي وبتروحوا على شيت، تمام، او بتروحوا على المكان اللي انتوا بتحفظوا فيه عامه بشكل عام الايميلات بتاعتكم، وبتحطوا الايميل ده اللي انتوا لسه واخدينه كوبي في الشيت ده بالظبط الليد جنريشن. تخيلوا. حلو، فبالتالي اللي احنا محتاجين نعمله هو ده بالظبط حرفيا اللي انت هتعمله، ان انت بس بتجمع ايميلات. نفس العمليه دي بقى بتكررها على نفس الطريقه ونفس كل حاجه زي ما احنا عملناها عامه مع دكتور مثلا علي، تمام. فانت بتعمل ايه حرفيا اللي هو يلا بينا زي ما انت شايف قدامك اللي انت بتعمله كالتالي. انت مثلا بتعمل ادي شيت زي كده. حلو جدا. في الشيت ده عامه كمثال انت بتلاقي اول حاجه الايميل، ادي الهوست نيم اللي هو اسم الشخص، وبعدها الانستجرام بتاعه، وبعدها اليوتيوب بتاعه. انت محتاج تعمله ايه؟ تجيب زي ما انا جبت دلوقتي عملت كوبي للايميل بتاع دكتور علي، بتحط الايميل بتاعه هنا في الاسم. هنا تكتب دكتور، يعني هنا في الاسم تكتب دكتور علي مثلا، نقول مثلا دكتور علي مثلا الدكروري كمثال. هنا بقى تحط الانستجرام بتاعه اهو، الانستجرام بتاعه اللي هو ده اهو، بوصله جديده، تروح على الانستجرام بتاعه وتاخد الانستجرام بتاعه وتبدا ان انت تعمل ايه، بتحط الانستجرام بتاعه. طب لو عنده قناه يوتيوب تحط قناه اليوتيوب بتاعته، وهكذا. خلص الموضوع. ده وظيفتك. انا بدفع للشخص اللي انا طبعا انا هنا دول عملاء الخاصين بيا مثلا كمثال، انا بخلي الشخص يجمع الايميلات زي كده، الشخص ده جمعهم. لو انا قفلت اي عميل من دول انا بديله مثلا 3000 جنيه على العميل الواحد. فهو مثلا لو كمثال قفل يعني انا مثلا قفلت 5 عملاء، او بسبب ان انا هو لما جاب لي اشخاص كويسين وجمع ايميلاتهم بالطريقه الصح، وكمان جاب لي طبعا هو برضو اللي بيختار الاشخاص وبيجيب الاشخاص بنفسه، تمام. هو جاب الاشخاص دول وانا رحت من الاشخاص دول بعد ما بعت لهم مثلا قفلت منهم 4 عملاء، اضرب 4 في 3 12000 جنيه عملهم كل شهر مني، لان انا بديله بنظام اسمه MRR، او ان يعني طول ما العملاء شغالين معايا بدفع له الفلوس، تمام. فتتخيل هو عامل مني 12000 يعني من حته تجميع ايميلات. دي النقطه الاساسيه. قلت له محمد طب انا برضو حاسس ان انا مش فاهم الخدمه كويس. ولا تقلق، شايف في كده بوبا بتظهر في الشمال او اليمين، روح اسمع السلسله دي كلها. السلسله دي انا بشرح لك في ازاي تقدر ان انت
تعمل الموضوع ده بالكامل من إلزت. يعني انت كمان مش هتفهم الخدمه كده وخلاص، انت كمان هتفهمها وتبقى فاهم كل حاجه عنها ومتميز فيها كمان. تمام. وادخل على الجروب وقول يا جدعان انا سمعت السلسله كلها بتاعت محمد وفاهم كويس جدا ازاي اقدر اجمع ايميلات، انا مستعد ان ابدا مع اي شخص عامه منكم عايز يعمل ليد جنريشن، او حتى نفس الموضوع في حته جروبات الفيسبوك بنفس الطريقه بنفس كل حاجه تقدر تعمل الموضوع ده. تمام. وانا بقول لك اهو اسمع البلاي ليست دي او السلسله دي وهتروح في حته ثانيه. تمام. من ناحيه الليد جنريشن. وبرضه ندخل في الخدمه اللي بعد كده وهي كتابه ايميلات مخصصه لكل عميل، هايبر بيرسونلايزد ايميل. فاكر لما انا جيت اتكلمت لك قلت لك اني عامه الشخص المسؤول عن تجميع الايميلات اللي هو بيجمعها بنفس الطريقه دي، انا قلت لك ان انا بقى بعد ما هو بيجمع الايميلات خلاص هو وظيفته بس تجميع ايميلات بنفس الطريقه دي وتجميع معلومات. انا قلت لك ان انا بنفسي، انا كمحمد اسامه بنفسي انا بروح ابعت انا الايميلات بنفسي. حلو جدا. كمثال تخيل بقى ان انت برضو تجيب شخص والشخص ده هو برضو اللي يبعت لك ايميلات، لان انا كمحمد اسامه مثلا مش فاضي ودي حقيقه، فانا معين واحد مثلا هو اللي يبعت برضو الايميلات، مش بس حد يجمع الايميلات لا كمان يبعت الايميلات. دي النقطه. في النقطه دي بقى انت محتاج ان انت تكون شاطر شويه في حته ايه، الكوبي رايتنج، بتعرف تكتب كويس، شاطر في الاقناع، شاطر في السيلز بشكل عام بشكل صغير او متوسط، وبتعرف تكتب سكريبتات زي كده. حلو جدا. طبعا تقدر توقف الفيديو وتقرا السكريبت. فانت بتعمل ايه، تمسك مثلا اهو كل عميل، مثلا ده العميل مثلا مثلا نقول مثلا عميل مثلا اللي هو بصر ميديا مثلا او الفا كاست مثلا. مثلا الفا كاست مثلا انت هتبعت لهم، هتروح تحط الايميل كانك بتبعت ايميل عادي جدا، بتحط الايميل بتاعهم وبتحط الموضوع وتكتب ليهم سكريبت مخصص ليهم. يعني مخصص ليهم كانك بالظبط بتتابعهم وبتكتب ايميل ان انا شفت البودكاست بتاعكم وعجبني جدا 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 البودكاست واتفرجت على الحلقه بتاعتكم اللي هي بتتكلم عن 1 2 3 4، وبالتالي هنا كتبت ايميل مخصص للعميل ده، فبالتالي نسبه ان العملاء يرد عليك اكتر. فبالتالي اللي هيحصل ايه، اللي هيحصل ببساطه شديده ان ده هيبدا ياثر بشكل كويس جدا جدا في الموضوع ده، ان هو ببساطه شديده اللي هو من الاخر هيبدا يبقى عندك نسبه رد اعلى، طبعا تقفيل عملاء اكتر، وطبعا طول ما بتقفل عملاء اكتر اللي بيحصل طب ما تقفل عمله اكتر ده بيخليك ان انت تكسب فلوس اكتر وهكذا. فدول الخدمتين اللي انا بالنسبه لي في 2026 مطلوبين جدا جدا، وفي نفس الوقت برضو انا اكتر واحد اصلا ببقى عايز الموضوع ده، وكل الناس في الجروب عندي بيبقى برضو محتاجين الموضوع ده. وحتى لو انت سالت عامه اي ايجنسيز تانية هتلاقي ان هم برضو محتاجين الموضوع ده جامد جدا جدا. طول ما انت بتعرف تجيب ليدز وبتعرف ان انت تجيب عملاء وبتجمع عامه عامه الايميلات بنفس الطريقه اللي انا قلت لك دي، وطبعا زي ما قلت لك شرحتها لك كلها في السلسله فوق، تقدر تسمعها، تقدر تعرف كمان انا بشرح كمان ازاي تقدر تكتب سكريبتات بطريقه صح وبطريقه مظبوطه، وبدي نصايح للسكريبتات. فما تقلقش الحتتين دول مشروحين بالكامل هنا في القناه. اوكي ده بالنسبه للجزء الاول. اوكي خلينا طبعا نبدا نتكلم في المرحله الثانيه معانا. وطبعا زي ما قلت قبل كده المرحله الثانيه معانا مهمه جدا، لان الناس اللي هيبقى في المرحله الثانيه دي متاكد 100% ان هم برضو ممكن يكونوا من الناس اللي عملت فلوس كتيره جدا جدا. ماشي. يعني هتقول محمد ايه ده، بس مش المفروض الناس اللي عملت فلوس كتيره جدا هم في المرحله الاخيره اللي هي المرحله الثالثه؟ لا، انا عايز اقول لك ان في المرحله دي اللي هي التكيف اللي هي الادابتنج، ممكن الناس اللي بيسمعوا المرحله دي دلوقتي حالا عايز اقول لك ان هم ممكن ناس عندهم 10 سنين خبره بس عندهم مشكله ان هم اصلا يجيبوا عملاء. انت متخيل 10 سنين خبره بيتعلموا المهاره وعندهم خبره كويسه جدا جدا، وخمس سنين خبره واربع سنين خبره، بس لحد دلوقتي واقفين في مكانهم مش عارفين يجيبوا عملاء زياده ولا عملاء اكتر من الموجود حاليا عندهم. ممكن كمان تلاقي ان هم اصلا فقدوا كل العملاء اللي عندهم بسبب بس ان هم مش بيفكروا لمده دقيقه ازاي يخرجوا من التنافس الكبير جدا جدا الموجود في الخدمات دي. مشكله عامه الخدمات دي بالذات ان هي مطلوبه في السوق، بس للاسف كل الناس اللي في الخدمه دي بتعمل نفس الحاجه هي، فالتنافس عالي جدا، مفيش حد ولا واحد فيهم بيفكر لمده دقيقه ازاي يقدر يخرج من التنافس ده بطريقه ذكيه، ويقدر ان هو يعمل كميه فلوس كتيره بنفس الطريقه بنفس تقديم الخدمه هي بس بطريقه ذكيه. ماشي. عشان بس هو بيفهم السوق الموجود حاليا. مفيش حد بيعمل كده ابدا، لاني بيدخل لي كميه ناس في الاستشارات بيتكلموا معايا يقول لي محمد انا مش عارف اجيب مثلا عملاء في المجال معين، طبعا هنناقشه بعد شويه. حلو. اقول له اعمل 1 2 4، حرفيا هو مش بيعمل اي حاجه غير بس بيغير حاجه بسيطه جدا مثلا. ماشي. بيرجع لي بعدها باسبوع يقول محمد انا جبت 3 عملاء. طب ازاي ده حصل؟ عشان بس غيرت حاجه صغيره جدا هو عمره ما فكر فيها قبل كده. ده بسبب ان هو بيتبع كل الاستراتيجيات القديمه اللي هي اصلا قديمه خلاص عفى عليها الزمن. حرفيا دي كانت تنفع من 3 4 سنين، اما دلوقتي الموضوع مختلف تماما. حلو. فخلينا طبعا ندخل في الكاميرا رقم 2 ويلا بينا. اوكي طبعا دلوقتي احنا في الشاشه رقم 2، وخلينا طبعا نبدا ان احنا نتكلم اكتر بخصوص المرحله الثانيه. اوكي المرحله الثانيه عندنا زي ما قلنا 3 خدمات، انا هبدا ان انا اشرحهم عامه واوضح نقاط مهمه جدا فيهم زي ما اتكلمت قبل كده. طبعا هننفذ عليهم المعادله بتاعه الادابتنج بشكل عام. حلو جدا. ايه هي التكيف بشكل عام؟ هي عباره عن اول حاجه ان انت بتحاول على قد ما تقدر تتكيف مع السوق الحالي ومتطلباته. شكرا. يعني التكيف معناها ان انت
نفس الاكسبيرينس بتاعتك، نفس الخدمه بتاعتك، بس الحاجه الوحيده اللي انت عايز تعملها تتكيف مع المتطلبات وتفهم السوق بتاعك الحالي. تعالى ناخد مثلا اول خدمه معانا، اكتر خدمه مشهوره، ويب ديزاين ويب ديفلوبمنت. انا عارف ومتاكد ان في ناس كتير دلوقتي بتسمعني عن شاطرين جدا في حته البرمجه وبيعرف يعملوا ويب سايتس كويسه جدا جدا وجامده جدا جدا، صح؟ بس انا متاكد برضو ان انت ما عندكش ولا عميل. دي نقطه، ولا عميل بيكمل معاك، وكمان ولا عميل تمام جداد، يعني مش بيجي لك عملاء باستمرار دايما. فبالتالي حرفيا انت ضايع ما بين حته ان انت بتعمل فلوس شويه وبعد كده بتعمل فلوس، وفي ناس حرفيا عندهم اكسبيرينس عاليه جدا بس حرفيا زيرو فلوس، مش بيعملوا فلوس خالص. تمام. طيب ده ليه؟ ده لان كلهم، والناس اللي في المجال ده بالذات، بينافسوا مع بعض في تارجت اودينس واحد، اللي هو مين؟ الاي كوميرس براندز. كلهم عايزين يروحوا البراندات، كلهم عايزين يروحوا البراندات. يا جدعان خلاص الموضوع خلص. لما تيجي تبص في السوق هتبقى عارف ان انت محتاج ان انت تقلب الخدمه بتاعتك. على فكره نفس المهاره، نفس التعب، نفس المجهود، مش هتعمل اي حاجه غير ان انت بس هتغير الجمهور بتاعك. هتروح تقدمها لمين؟ للناس اللي بيبيعوا انفو برودكتس. اللي يعني ايه انفو برودكتس؟ يعني اللي بيبيعوا كورسات، ديجيتال برودكتس، او اي حاجه بتتباع اونلاين. حلو جدا. طب هو عشان يبيع الحاجه دي اونلاين محتاج ليها ويب سايتس، صح ولا لا؟ فانت لازم تروح تركز على المجال ده. تقول محمد ليه ركز على المجال ده؟ اولا عشان كل الناس دلوقتي بدات كونتنت كريشن، او بدات كونتنت عامه بشكل عام، وبدات تصور كونتنت وبيعملوا كونتنت وبيبنوا البيرسونال براندنج بتاعهم. فاولا حته الترند ده بتاع البيرسونال براندنج، وان كل الناس تبقى عندها محتوى، بقى ينتشر اكتر من اللازم. وهم اصلا غرضهم من البيرسونال براندنج بتاعهم او الكونتنت بتاعهم يعملوا ايه؟ يبيعوا في الاخر. وبالتالي ما تروحش تقدم لي البراندات، سيب البراندات للناس التقيله خلاص اللي تعرفت في المجال. ابدا بقى انت طور نفسك وابدا اعمل فلوس اكتر بكتير عن طريق الانفو برودكتس. وانا عندي اصحابي وانا بقول لك هو بيعملوا كميه ملايين بسبب الموضوع بتاع الانفو برودكتس، او ان هم يعملوا ويب سايتس اللي احنا بنسميها في الانفو او في الكورسات او في الديجيتال برودكتس ايه؟ سيلز فانلز. بس ده اللي انا محتاج ان انت تعمله، ان انت تعمل فانلز مناسبه جدا للناس اللي بتبيع كورسات، وتبدا ان انت متاكد 100% اي حد في المهاره دي هيعرف يطور نفسه قوي في الموضوع ده. واي حد برضو يتفرج عليا حاليا وعارف الخدمه دي او عارف المهاره دي هيبقى فاهمني كويس ان انا كلامي صح 100%. تمام. وعايز اقول لكم لما كنت بتكلمكم مع الشخص بتاع الاستشارات كان بيقدم لي نفس الخدمه دي، وجاب 3 عملاء في اسبوع. 3 عملاء في اسبوع. تمام. والعملاء دول مكملين معاه لحد دلوقتي. عارفين ليه؟ عشان اصلا السيلز فانلز بتاعت الكورسات بالذات هم طبعا انت هو ليه اتسمت بسيلز فانلز؟ عشان احنا يعني هو الشخص المسؤول عن الويب سايت بيغير لهم الويب سايت وبيعمل لهم كذا فانل. مثلا ممكن يعملوا مثلا 5 فانلز، ممكن يعملوا مثلا فانل في خلال ساعه واحده بس. فتخيل ان هم بيغيروا الفانلز مثلا كل اسبوع. الشخص اللي مثلا بيبيع كورسات، انا مثلا لو كمثال هنعمل الموضوع ده مثلا عندي مثلا هبيع مثلا حاجه خاصه بيا، انا كمحمد محتاج ان انا اغير الويب سايت بتاعي كذا مره، لان هتبقى عباره عن لاندنج بيج. ده كمان على فكره هتبقى اسهل بكتير من الخدمه بتاعتك الاساسيه اللي هي ويب ديزاين ويب ديفلوبمنت. دي نقطه مهمه جدا على فكره. فدي النقطه اللي انا بتكلم فيها. فانت بتقدر ان انت تغير الفانلز كتيره، فانت العميل بيكمل معاك، فيبقى عندك ريتنشن اكتر، مانثلي ريكيورنج ريفينيو اكتر، تكسب اكتر، وبتعمل فلوس ثابته كل شهر. ودي نقطه مهمه. اوكي. الخدمه الثانيه، اكتر خدمه حرفيا فيها تنافس لدرجه لا تتخيلها، الميديا باينج. بوصه جديده، حلها ايه؟ كلاينت اكوزيشن. ايه هو الكلاينت اكوزيشن؟ كلاينت اكوزيشن نفس الفكره اللي فوق بالظبط، بس انت اللي بتعمله ايه هو اللي بيحصل في الميديا باينج؟ انت بتشغل كميه اعلانات كتيره جدا للناس اللي عندهم اي كوم براندز بشكل عام، والناس اللي عندهم ايه؟ والناس اللي عندهم الاي كوم براندز اللي هم بتبيع عامه البراندات عامه اللي بيتباعوا اونلاين بشكل عام، انت بتروح عامه تشغل لهم اعلانات. المجال ده عليه تنافس ابن الذين حرفيا، لدرجه ان انت بتعرف كميه الناس اللي موجوده فيه كتير جدا جدا، بس الشاطرين قليلين. ودي نقطه مهمه جدا. تمام. فالشاطرين قليلين جدا، بس برضو ستيل ان لما السوق اتملى جدا اكتر من اللازم، فناس كتيره قليله ومش فاهمه حاجه بتبعت لعملاء، فانا اسف بتبوظ السوق من الاخر. فطبعا انت كميديا باير مثلا دلوقتي انت اتعلمت الخدمه ماشي، ومش عارف تعمل ايه. اللي انت تعمله ان انت تحول لكلاينت اكوزيشن. ايه هو كلاينت اكوزيشن؟ هتشغل برضو اعلانات. يعني انت كده ولا هتغير الخدمه بتاعتك ولا تعمل حاجه، انت هتشغل برضو اعلانات. بس عارف هتعمل ايه؟ هتروح للناس برضو بتوع الكورسات والناس اللي عندهم ديجيتال برودكتس. طبعا مش هقول لك ليه تروح للناس دي عشان انا قلت لك خلاص السبب فوق. هتروح للناس دي وتقول لهم ان انا هقدر ابيع لك عن طريق ايه؟ هقدر ابيع لك عن طريق عامه الاعلانات اللي انا هعملها للكورس بتاعك ماشي. وانا فاهم قوي في حته الاعلانات ان انا اخليك تصور فيديوهات بطريقه معينه وبانجلز مختلفه، وابدا ان انا اشغل لك عليهم اعلانات، واحول لك الناس عامه اللي انا اشغل عليهم اعلانات دول عامه، او الناس اللي انا هجيبهم من الاعلانات هحولهم لك للفانل بتاعك اللي هيعمله لك مين؟ الويب ديفلوبمنت او الشخص اللي فاهم في السيرد فانلز. فهمت الفكره؟ رحت المجال في تنافس اقل، وفي نفس الوقت عايز اقول لك حاجه. تعرف مين اشطر واحد؟ مفيش غير شخص واحد تقريبا هو الشاطر جدا في حته كلاينت اكوزيشن في مصر كلها، هو صاحبي عبد الرحمن. بيشتغل اصلا مع عملاء اجانب وعملاء في مصر. تمام. فبالتالي اللي بتكلم عليه ان المجال نفسه ما فيهوش ناس كتيره جدا. دي نقطه. والنقطه الثانيه لو انت قدمته بالطريقه الصح ورحت استغلت الشرق الاوسط، انت رحت في حته ثانيه حرفيا، هتعمل كميه فلوس
رهيبه. فدي النقطه الاساسيه اللي بتكلم فيها. وبرده هتلاقي طبعا شروحات اصلا من ناحيه كلاينت اكوزيشن كتيره جدا جدا، او ممكن تروح لعبد الرحمن نفسه تقريبا. عبد الرحمن بيدي استشارات بخصوص الحاجات دي، تقدر تاخد منه الاستشاره وتقدر تظبط مع الدنيا. وبرده هتلاقي شروحات كتيره جدا جدا على اليوتيوب بخصوص اصلا كلاينت اكوزيشن، لان هو مشهور جدا جدا بره اصلا. اوكي ده بخصوص الاديبتنج. تمام. رقم 2 اللي هو ميديا باينج. اخر حاجه البيرسونال براندنج. انا عارف ان في ناس كتيره بتقدم بيرسونال براندنج، ماشي، وعايز اقول لك ان معظم الناس اللي بتقدم بيرسونال براندنج مش فاهم اصلا يعني ايه بيرسونال براندنج، ماشي، وبيقدموا بيرسونال براندنج وخلاص، هم حافظين في دماغهم شويه كلمات وشويه تمبلت وشويه اسئله وبيروحوا يرزعوها للعميل وخلص الموضوع. حلو جدا. فبرضه التنافس فيه لما تيجي تدخل على اي عميل عن طريق الاوت ريتشنج وتيجي تقول له والله انا اقدر اقدم لك 1 2 4، لو انت ما عندكش بورتفوليو قوي وانت لسه بتبدا مش هتعرف تعمل الموضوع ده. فانت لازم تجذب الانتباه بحاجه اللي هي ايه؟ لين كونتنت ديستريبيوشن. ودي شرحتها قبل كده في الفيديو، هتلاقي طبعا الفيديو يطلع في اليمين او الشمال، هتلاقيني بشرح الفرق ايه هو الكونتنت ديستريبيوشن بشكل عام، والفرق بين الماسيف واللين. ايه هو الكونتنت ديستريبيوشن؟ انت عباره عن بتعمل ايه في الكونتنت ديستريبيوشن؟ انت بتوزع المحتوى بتاع العميل على اكونتات كتيره جدا وبتنزله فيديوهات كتيره جدا، صح ولا لا؟ طبعا انا مش هشرح الخدمه كلها دلوقتي هنا، بس انا بكلمك بشكل عام. انت بس محتاج تزودها بيرسون براندنج. بس انت لما بتيجي تبعت للعميل بتبعت له ايه؟ ان انا هقدر اقدم لك كونتنت ديستريبيوشن، تمام، بشكل عام. فهو بينجذب للخدمه، لان الخدمه بتاعت الكونتنت ديستريبيوشن، الخدمه بتاعتي مجذبه جدا جدا للناس، لدرجه ان كان العملاء بتدخل معايا بتقول يا محمد انا هدفع لك اي حاجه يلا بينا نبدا. متخيل الخدمه بتاعتي ازاي مجذبه للانتباه؟ فبالتالي انت بعد كده لما تيجي تدخل مع العميل تقول له والله احنا محتاجين شويه محتوى، ماشي، وبجد هو العميل ده هيبقى محتاج محتوى كبير جدا، فانت بتبدا تعمل ايه؟ تبني له البيرسون براندنج بتاعه وبعد كده تعمل له كل ايه؟ كونتنت ديستريبيوشن. ذكاء مش اكتر. تمام. اوكي ده بالنسبه للمرحله الثانيه. خلينا بقى ندخل على المرحله رقم 3. يلا بينا. اوكي خلينا طبعا دلوقتي نبدا ان احنا نتكلم عن المرحله رقم 3. المرحله رقم 3 وهي طبعا زي ما قلت هي بشكل عام ممكن ده يكون الفيديو لوحده، ولكن ده بالظبط حرفيا انا بتكلم بجد افضل خدمات مطلوبه بجد في 2026. الخدمات دي بجد مطلوبه جدا جدا في 2026، وبجد الناس محتاجين ليها جدا جدا، وهم طالعين في حته الكيرف بتاعها طالع جدا من ناحيه الطلب عليها. فبالتالي خدمات مطلوبه جدا جدا لو انت فاهم قوي في ازاي تقدر تقدمهم بطريقه صح. زي ما قلت دي للناس يعتبر اللي فاهمين شويه في ازاي يديروا الايجنسي علشان يقدر ان هم بجد يكسبوا من الخدمات دي. وزي ما قلت هي مطلوبه جدا الخدمات دي، بس انت لازم تبقى فاهم ازاي تدير الايجنسي من ناحيه الاوبريشنز ومن ناحيه كل حاجه. اوكي فخلينا طبعا نبدا ان احنا نتكلم عن الخدمات دي. يلا بينا. اوكي خلينا طبعا نبدا نتكلم عن المرحله الثالثه. وطبعا المرحله الثالثه بشكل سريع جدا، تمام، هم عباره عن 4 خدمات. انا بالنسبه لي زي ما قلت كمحمد اسامه شايف ان هم دول افضل 4 خدمات ل 2026. وانا لما باجي اقول لكم كمحمد اسامه انا قصدي من ناحيه خبرتي. اولا عايز اقول لكم ان كل خدمه اللي انتم شايفينها قدامكم دول انا حرفيا اصحابي اقوى ناس في المجال عامه في الخدمات دي، بعيدا عن طبعا كود ديستريبيوشن اللي انا بقدمها. انا الوحيد يعتبر اللي بشرح كود ديستريبيوشن عامه في الشرق الاوسط كله كدان فور يو. اي اوتوميشن عارف ناس تقيله جدا جدا كاصحابي، انا عارف هم بيقدموا الخدمه دي. اي كونتنت شوتنج نفس الموضوع، والكلاينت اكوزيشن زي ما ذكرت عبد الرحمن قبل كده. حلو جدا. خلينا بقى نبدا نتكلم عن خدمه الكونتنت ديستريبيوشن. احنا قبل كده ذكرنا الموضوع ده ليه هي بجد خدمه مشهوره جدا، وانا شرحت عامه الموضوع ده واتكلمت على كذا فيديو. طبعا برضو تقدر تدخل على اليمين او الشمال عن الموضوع ده وايه افضل خدمات تقدر تقدمها عامه كمثال. وكنت دايما بقول كونتنت ديستريبيوشن، كنت بشرح الكونتنت ديستريبيوشن عباره عن ايه، تمام. وكنت برضو عامل فيديو مفصل عن الكونتنت ديستريبيوشن، تقدر تسمع الفيديو ده هيخلص لك كل حاجه، هيفهمك كل حاجه عن الكونتنت ديستريبيوشن. فالخدمه دي مطلوبه جدا جدا. دي نقطه اولى. الاي اي اوتوميشن كميه ناس بتشرح الموضوع ده بشكل كبير جدا جدا على عامه النت بشكل عام او على اليوتيوب بشكل عام، فهم شاطرين جدا فيها بس عندهم مشكله. ودي نقطه عايز اتكلم عليها في الاي اوتوميشن. ولا واحد فيهم شاطر اصلا يجيب كلاينتس. يعني هم تكنيكلي هم شاطرين جدا من ناحيه الحاجات التكنيكال، ولكن ككلاينتس او كسيلز ان هم يجيبوا كلاينتس ويخلي العميل ده يكمل معاهم، او حتى يجيبوا كلاينتس اصلا مش عارفين يعملوا كده. دي مصيبه. طب تقول محمد ايه السبب ورا الموضوع ده؟ تحليل الموضوع ان هم نفسهم مش عارفين يعملوا سولوشن مظبوط وصح ويستك على الموضوع ده، او ان هو يثبت على الموضوع ده. يعني هم ما عندهمش سولوشن بجد قوي جدا جدا يقدر بجد يحل مشكله بجد، وبالتالي ايه مش يحل اللي هو مشكله وخلاص، لا ده يحل مشكله كبيره جدا جدا وبجد يبقى فيه فاليو في السولوشن ده كبير جدا جدا اكتر من اللازم. مش تقول لي انا هروح اعمل لك شات بوت، ايه الضحك ده، تمام. فبالتالي حاول دايما على قد ما تقدر ان انت تعمل بجد سولوشن قوي جدا جدا تقدر بجد تبيعه للناس، تمام. فالنقطه دي مهمه جدا. وطبعا مثال على الاي اوتوميشن وافضل سولوشن تقدر تعمله لو انت فاهم في الاي اوتوميشن، لو انت دلوقتي بتعمل اي اوتوميشن، اعمل ليد جنريشن سيستم بيقدر يعمل سكرابنج لايميلز كتيره جدا جدا، تمام، للايجنسيز. حرفيا انت تروح في حته ثانيه. ده بجد بيحل المشكله. بص
مش عايز اقول لك مشكله، يعني مشكله كبيره جدا جدا حتى عند انا ممكن استغنى عن التيم بتاع الليد جنريشن كله بتاعي، بس مش قوي لان انا كمحمد اولد سكول اكتر. بس انا بتكلم على حته ان انت رحت الايجنسي كبيره وقلت لهم انا اقدر ان انا اعمل لك سيستم كل يوم بيجمع لك ليدز او بيعمل لك ليد جنريشن، انت تروح في حته ثانيه حرفيا. تمام. تاني حاجه اي كونتنت شوتنج، طبعا هو ظهر في خلال تقريبا السنه اللي فاتت، من افضل الخدمات اللي انا عايز اقول لكم ان هي رهيبه. انا عندي برضو اقوى شخص عامه في الموضوع ده، اقوى شخصين وهو يعتبر اقوى شخص برضو، يعني 2 اصحابي هم اقوى اشخاص في المجال ده بالذات. ماشي. وعايز اقول لكم ان هم بسم الله ما شاء الله بيعملوا فلوس كتيره جدا جدا من الموضوع ده. وعايز اقول لكم برضو ان انا بتفاجئ لما بيقول لي محمد بص الصوره دي البراند دي انت اشتريت منها يا محمد، بقول له اه اشتريت منها، البراند ده مثلا بحبها جدا، يقول لي على فكره الصور دي كلها بالاي اي، هو اللي عامل الصور دي. وطبعا الاي كونت شوتنج برضو مشروح بكميات كبيره جدا جدا. وممكن تتابع مروان يعتبر صاحبي، مروان طبعا شاطر جدا جدا في الموضوع ده، تقدر تروح تاخد منه استشارات وبجد هيفيدك جدا جدا في الموضوع. حلو جدا. ده بالنسبه للاي كونت شوتنج. اخر حاجه كلاينت اكوزيشن، زي ما شرحنا قبل كده كلاينت اكوزيشن عباره عن ايه؟ بصيغه جديده، كلاينت اكوزيشن عباره عن انك انت بتشغل اعلانات او بتعمل ميديا باينج، تمام، او بتشغل اعلانات او حملات اعلانيه بس للناس اللي عندهم كورسات وديجيتال برودكتس او بيبيعوا حاجه اونلاين. بس لمين؟ للشخصيات، يعني لازم كورس او ديجيتال برودكت بيبيعوا اونلاين، فانت بتشغل له عامه اعلانات عشان تودي كل الناس اللي بتجيبهم من الاعلانات دول ان هم يروحوا يشتروا من الكورس بتاعه او يشتروا الديجيتال برودكت بتاعه، بس بتوديهم من الويب سايت طبعا او الفانل بتاعه. دي كل حاجه ببساطه. طبعا لو انت عايز برضو تفهم اكتر عن المجال هتلاقي كميه شروحات كتيره جدا على اليوتيوب بتشرح الموضوع ده. وبرضو ممكن تروح لعبد الرحمن، ده بالنسبه لي عبد الرحمن طبعا صاحبي برضو وفي نفس الوقت برضو من اشطر الناس في المجال. عبد الرحمن يقدر يساعدك برضو في الموضوع، وتقريبا عنده استشهاد او عنده كورس بخصوص الموضوع ده، فممكن يفيدك يعني جامد جدا 100%. 4 حاجات مهمين جدا من ناحيه المحدد ده. ندخل بقى في الاخر، يلا بينا يلا بينا ندخل على الصوره اللي قلت لك قبل كده عليها ان احنا هنحتاجها عامه في الاخر، واللي هي ليها علاقه بحته ايه؟ بحته عامه الفرق ما بين الخدمات. بعد ما سمعت الفيديو كله انت محتاج بقى تحدد انت عايز تروح لاي خدمه، دي نقطه. ولازم بعد كده تقارنها بمناسبه ليك ولا لا، لان انت لازم تعرف هي صعبه قد ايه. وانا زي ما قلت انا مش بتكلم صعبه من ناحيه المهاره، انت اصلا من ناحيه المهاره مش هتقدمها من ناحيه المهاره، مش هتقدمها، مش هكرر الموضوع ده تاني. تمام. اللي انت المفروض تعمله هو ان انت بس هتدير الايجنسي. فانا بتكلم عن صعوبه الاوبريشنز. تمام، دي نقطه مهمه. اوكي، فبالتالي نبدا واحده واحده. اوكي ثانيه واحده. اوكي، هنا اهو زي ما قلنا لو انت مثلا هتختار خدمه من دول لازم تشوف هي مناسبه لمين اكتر، هل مناسبه ليك اصلا ولا لا، من ناحيه المعلومات اللي عندك والاكسبيرينس اللي عندك. البادجت كده كده ثابته في كله. مده التجهيز دي مهمه جدا. ماشي. ما ينفعش ان انت يعني برضو على حسب برضو شخصيتك وعلى حسب وقتك، انا ما اعرفش طبعا وقتك قد ايه، بس انا بحط ايام بناء على الخبره اللي انا حاسس ان انت برضو عشان تفهم المجال كويس. لان انا عايز اقول لك حاجه، انت ممكن مثلا تبقى فاهم بالظبط كايجنسيز ايه اللي المفروض تعمله، بتجهز للبيزنس بلان بتاعتك، بتجهز للايجنس بالظبط هتقدم ايه، هتارجت مين كاودينس، ايه بالظبط انت هتقدمه كخدمات للايجنسي بتاعتك. الحاجات دي كلها طبعا انا بتكلم ان انت هتظبط بجد ايجنسي كويسه جدا جدا من ناحيه كل حاجه من الزت. فمش قصدي انت تعمل اي حاجه عبيطه وخلاص. تمام، دي نقطه مهمه. وبرده في مجالات معينه زي مثلا الاي اوتوميشن 40 يوم، وهنا برضو الكونتنت ديستريبيوشن والكلاينت اكوزيشن الحاجات دي كلها لان بجد محتاجه تعلم. وعلى فكره انا الايام دي عامه زي ما قلت لك حاططها بالنسبه لي انا كمحمد اسامه اقدر اتعلمها في قد ايه. انت ممكن على فكره تاخد الموضوع ده اكتر من لازم، فاوعى تزعل تقول يا محمد او محمد كان قايل ان انت المفروض تاخدها مثلا في شهر و10 ايام. مفيش حاجه اسمها كده، انت ممكن تاخدها في 3 شهور بس تبقى بيرفكت فيها، او في شهرين تبقى بيرفكت فيها. تمام، فدي نقطه مهمه جدا. تمام، حلو، عشان طبعا لما تيجي تدخل السيلز ميتنجز مع العملاء تبقى عارف وفاهم بالظبط تتكلم فيه وتعرف تقنعهم، ودي نقطه مهمه. اخر حاجه صعوبه الخدمه برضو بتبقى انت برضو تحددها وتبدا تبقى عارف برضو صعوبه الخدمه من البدايه. يعني مثلا كمثال في الكونتنت ديستريبيوشن احنا بنعين كميه ناس كتيره جدا جدا، وفي الاي اي اوتوميشن لازم تلاقي سولوشن قوي جدا عشان تقدر تقدم العملاء، وبرضو بيبقى صعب شويه ان انت تقنع العميل. حلو جدا، والمبلغ اللي بتاخده مش افضل حاجه في بعض الاحيان لو انت ما عرفتش ان انت تقفل الديل بشكل كويس. في حاجات عامه في الخدمه انا طبعا مش هقدر اذكرها كلها، بس يعني في بعض الاحيان انا طبعا هنا لما باجي اقيم الخدمات بقيمها على حسب بجد السهوله من ناحيه الاداره، من ناحيه عامه التعامل مع العملاء، من ناحيه حاجات كتيره جدا المفروض انت تبقى فاهمها. فانت قصك في الاختيارات بتاعتك. اوكي بس. فطبعا هنا برضو نيجي في الاخر الطلب على الخدمه، طبعا ده هتحدده عامه في المراحل بتاعتك. فحط الجدول ده قدامك، ابدا اعمل ديب وورك وابدا فكر حرفيا ايه في الاوضه على نفسك، ابدا ان انت تفكر شوف ايه افضل خدمه عايز تقدمها، وابدا ان انت تدوس في الخدمه دي. وصدقني 2026 هي افضل وقت تعمل فيه فلوس. ماشي، هتقول يا محمد ليه؟ اقول لك ليه. انت في 2027 و2028 و2029 لحد 2030
عايز اقول لك ان البيزنس الاونلاين هيبقى عادي زي الوظيفه بالظبط، بمعنى ان انت دلوقتي لو عايز تروح للوظيفه انت حرفيا شخص قديم جدا جدا. عارف ليه؟ لان ببساطه شديده انا هنا طبعا انا اسف اقول كده، بس انا هنا مش بقول ان الوظيفه وحشه، تمام؟ انا هنا مش بقول ان الوظيفه وحشه، طبعا انا الوظيفه مهمه جدا جدا، ما منها هيخلص لنا عامه الورق بتاعنا ومنها هينجز لنا حاجات كتيره جدا، انت فاهم قصدي؟ فالحاجات دي كلها مهمه، بس انا بتكلم في حته اني عايز اقول لك ان التنبؤ اللي المفروض ان انت تفكر فيه ان اصلا في خلال السنوات الجايه البيزنس الاونلاين عامه هيبقى طبيعي جدا زي الوظيفه. يعني هيكون حاجه عاديه جدا، لازم كل واحد يشتغل كبزنس اونلاين حتى على جنب الوظيفه، فاهم؟ فيبقى حاجه عاديه جدا زي بالظبط ان انت موظف عادي جدا جدا، تمام؟ زي ما هو كان الوظيفه عباره عن حاجه عاديه، برضو البيزنس اونلاين هيبقى حاجه عاديه. دي نقطه حبيت انبه عليها، وشكرا جدا ليكم، واستنوا الفلوج الجاي طبعا هيبدا نتكلم اكتر، وتشوفوا برضو يوم في حياتي عامه عامل ازاي، ويوم واقع على حياتي. يوم انا اتلخبطت طبعا، يوم واقع في حياتي بشكل عام. انا خلاص تعبت، فشكرا جدا ليكم، و باي.